صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هناكل اكله جميله كده عشان ندلع على الدايت. النهارده بقى ايه؟ تاني يوم رجيم. بصوا الاكله، هعمل لكم احلى شاورما واحلى طبق سلطه، مش هتاخد وقت معاك. انا قلت بقى ايه، كل يوم لازم اعمل حاجه جديده عشان ايه؟ الرجيم يبقى ايه، ينفع معايا واغير كمان في طعم الاكل. ما تنسوش بس تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه. معايا بقى كيلو هنا شاورما، وده اصلا انا مقطعاه زي الشيش، بس انا هعمله شاورما النهارده. انا مش بعمل اكل ليا لوحدي، انا بعمل اكل انا وبنتي وعيالي، بناكل كلنا مع بعض. عشان ايه؟ يبقى كله بنعمل رجيم يعني مع بعض، كلنا نشجع بعض. لايك واشتراك في القناه عشان اوصلكوا كل جديد. انا معايا كيلو هنا فول شيش ماشي، بس انا هعمله شاورما. هنزل عليه بمعلقه ونص بابريكا، معلقه ونص فلفل صغيره، معلقه بهارات الفراخ. كل ده نزلته، ومعايا علبة زبادي صغيرة مش محتاجة أكتر من ديت، هنزل بيها برضو. وهقلب بقى ده كله تقليبة كويسة، كله هيخش عشان التوابل كلها تخش في بعض. بصوا يعني هي الكمية حلوة مش قليلة، دي بتكفيني يومين. أو لو حتى هم عايزين يتعشوا بنتعشى منها، وساعات باكل معاهم عادي. هو الدكتور قايل لي مفيش فرق، كل أي كمية بروتين يعني. قال لي عادي، عايز تفطري بروتين حتى، عايز تفطري فراخ او لحمه، مفيش اي مشكله. ده الرجيم اللي انا ماشيه بيه، في اي وقت اكل لحوم، هو ده اللي انا ماشيه بيه. يعني الموجود كل يوم، بس ما عدا النشويات طبعا. ويعني العيش بقى ممكن نص رغيف في الغدا، والفطار ربع رغيف او نص رغيف كمان. بصوا انا تبلتها وسبتها ليله كامله في التلاجة لغايه ما شربت التتبيله خالص. بصوا انا كده خلصتها، وحاطه بقى معلقه سمنه بلدي ايه في الصينية دي اللي انا هشتغل بيها، اللي هعمل بيها الايه، الاكلة الجميلة الشاورما التحفة دي. هقلبها بس تقليبة كويسة كده. خلاص، معلقة السمنة اللي انا حطيتها، وهنزل بس بحط حتة الاول بجرب بالزيت إيه معايا السمنة سخنت ولا لسه. هنزل بقى بالكمية كلها. انا عايزة احمرها قوي، مش عايزة فيها اي، ما يكونش فيها زبادي بقى ولا فيها اي حاجة تنشف خالص. اهم حاجة بالتقليب المستمر عشان ما تحرقش معاكي اول ما تشرب ميته. دي الكمية اللي معايا، هفضيها كلها كده عشان تتقلب كلها مع بعض. فيديو النهارده جميل قوي هيعجبكم، وانا يعني الاكل يوم بيوم انا بنزله لكم برضو، بس يا رب يعجبكم ان شاء الله. كده نزلت الكمية كلها، بديها انا بقعد اقلب فيها كتير، وقلت اغطيها لغايه ما ايه، تسخن معايا. هي بصوا هي كده يعتبر ظبطت معايا خالص، اللي مفيش غير السمنة البلدي اللي فيها. اي حاجة بقى سوائل كانت فيها نشفت دلوقتي. وهديها بقى تقليبة مع نص معلقة التوم دي. دي بقى بتطلع لك ريحة التوم كده وهي بتتحمر، حكاية مع الشاورما دي فظيعة كده. معايا برضو طماطماية كده مقطعاها شرايح صغيرة، دي كمان هحطها. كنت غسلاها ومظبطاها عشان احطها. وكمان الشيش ده انا كنت غسلاه وحطاه في ليمون وخل وكده عشان كنت اظبطه يعني. هي طماطماية واحدة بس، مش عايزة اكتر من دي. ودي بقى تقليبة لغاية ما الطماطماية ايه، تحس انها بتتشوح معاكي. بس كده. هشوح بقى الطماطم مع الفراخ دي، وهنزل عليها بقى مقطعة فلفل شرايح. انا ما بحطش بصل ولا اي حاجة من التانية، انا عايزاها كده تاكلي صابعك ورا. بص دي اسهل طريقة للشاورما، لو جربتيها هتعمليها على طول، وطريقة صحية وما تتعبيش والكلام ده كله. يعني انا كنت باكل اي حاجة في اي وقت، بس فعلا انا تعبت.
ونفسيتي كمان تعبت. كل ما واحد بيتخن وكده نفسيته بتتعب، عشان كده انا عايزه اغير من نفسي. بصوا انا كده اعتبر خلصت الشاورما بتاعنا. اوضب بقى الغدا. بصوا ما شاء الله، انا مش قادره اوصف لكم ريحتها من هنا، حكايه والله. لو انت جربتيها على طول هتعمليها ان شاء الله. سهله وبسيطه، ما خدش وقت. وعملت طبق السلطه الجميل ده. كده يبقى انا كده خلصت اكلة النهارده. بصوا انا بحط بقى ايه على قد اللي احنا هناكله، وتحس فيها كده الصوص بسيط كده جميل كده، مديها طعم حلو. خدت على اللي انا عايزاه وبس. دي اكلة النهارده، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. اشوفكم على خير، مع السلامة.